يرجى لكل مسلم ربى أبناءه وبناته على حفظ حقوق المسلمين يرجى له كل خير. وإذا كنت في بيتك تجلس مع أبنائك وبناتك تنتقص الناس بأجناسهم وألوانهم، فوالله خبت وخاب قولك، لأن ابنك سيتعلم ذلك وسيكون في ميزان سيئاتك والعياذ بالله. تبدأ من البيت، علاج الغيبة من البيت، أن تبدأ الأم وأن يبدأ الأب وأن يبدأ كل موفق صالح بأن يغرس في قلب ابنه أن هناك حرمة عظيمة وهي حرمة الأخ المسلم، فيصبح الابن ينطلق من البيت يحفظ حقوق المسلم جارا، ويحفظ حقوق المسلم صديقا وأخا، ويحفظ حقوق المسلم حتى ولو رآه يصلي فهو أخوه في الإسلام. فمن ربى أبناءه وبناته على ذلك، ولو أن المسلمين بدأوا من بيوتهم ولا نسأم ولا نمل ولا نضعف، حتى ولو فسد الزمان ولو كثر الفساد، فإنا أمة قوية بالله جل جلاله، وكم من قليل نعمل من الصالحات قد يورثنا الله به الجنة وقد يورثنا به الدرجات العلى، وأنت لا تدري ما الذي يدخلك الجنة من أعمالك الصالحة.